يا ترى انت من البنات اللي جربت سيرامات وكريمات وتقشير ووصفات وكل شوية تقول لي انا مش حاسة بفرق في بشرتي؟ النهاردة هقولك السبب الحقيقي اللي ممكن يكون مخبي كل نضارتك، وان جمالك مش بس في العبوة. الفخ اللي بنقع فيه ان احنا كمجتمع بنات يعني اتعودنا ان العناية بالبشرة يعني منتج، بس الحقيقة المنتج هو مكياج مؤقت لو الجسم نفسه تعبان. يعني لو جسمك ناقص مغذيات او هرموناتك ملخبطه او نومك مش مظبوط، اي منتج مهما كان غالي مش هيشتغل. وده اللي بنسميه جمال من الخارج بس من غير اساس داخلي. طيب ايه الاسباب اللي ممكن توقف نضارتك؟ اول حاجه ممكن نقص الحديد او الزنك او فيتامين دي، علاماته بتكون تعب، بهتان، تساقط شعر. تاني حاجة لو عندك اضطراب الهرمونات زي تكيس المبايض أو خلل في الغدة، علاماته حبوب مستمرة دهنية وبشرة بتلتهب بسرعة. تالت حاجة مقاومة الأنسولين، علاماته في تصبغات ودهون حوالين البطن وحب شباب. رابع حاجة قلة النوم أو ستريس مزمن، الكورتيزول العالي بيقلل الكولاجين وبيعمل التهاب في بشرتك. لو فعلا عاوزة تحسي بفرق في بشرتك، ابدأي من أكلك: البروتين الكافي، الدهون الصحية أوميجا 3، خضار كل يوم، مية كتير، واعرفي إن جسمك بيحب البساطة. أكلك الطبيعي هينور وشك أكتر من أي سيرم في الدنيا. خطوات عملية تعمليها من النهاردة: اعرفي جسمك، اعملي تحليل فيتامينات، فيريتين، فيتامين دي، الغدة، الهرمونات، ابعدي عن السكريات والمقليات، راقبي نومك وجودته، ابدأي روتين عناية بسيط يناسب نوع بشرتك. رسالتي الأخيرة ليكي، عايزاكي تفهمي إن جمالك مش في عبوة، جمالك في فهمك لجسمك. كل ما تهتمي من جواكي هيظهر من نفسه. استني معايا باقي السلسلة وهنبني مع بعض روتين داخلي وخارجي عشان تفضلي واعية وجميلة. ولو حسيتي ان الحلقة دي لمستك اكتبيلي انا معاكي في الكومنت واشتركي عشان نكمل سوا.